في قلب صحراء مصر الشاسعة دارت حرب لم يسجلها التاريخ. صل على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. حرب أسطورية بين جيوش الفراعنة العظيمة وقبائل الجن المتمردة. الفراعنة كانوا بيحاربوا بسحر الآلهة الأبيض وبأسلحة مباركة من الكهنة، والجن كانوا بيستخدموا الخداع والوهم وقدراتهم الخارقة للطبيعة. المعارك استمرت سنين طويلة والأرض ارتوت بدماء من الطرفين. كل ما الفراعنة كانوا بيقربوا من النصر النهائي كان الجن بيلجأوا الحيل أخبث وأكتر شراً، لحد ما في ليلة مظلمة قرر ملوك الجن إنهم يلعبوا بآخر ورقة معاهم، ورقة محرمة حتى في عالمهم السحري. اجتمعوا في مكان مهجور ورسموا طلاسم شيطانية بدمائهم على الرمال، وبدأوا في طقوس مظلمة لاستدعاء قوى من خارج حدود الزمان والمكان. كانوا بيطلبوا محاربين بلا قلب لا يعرفون الشرف ولا يخافون الآلهة. وفجأة السما فوق ساحة المعركة انشقت وظهرت فيها بوابات زمنية دوارة، ومن قلب البوابات دي بدأ يسقط بشر لابسين ملابس غريبة وماسكين أسلحة أغرب،